السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هشارك معاك اهم نظريه او تكتيك اتعلمته الفتره اللي فاتت دي، الا وهو تكتيك ال40/5. يعني ايه 40/5؟ تكتيك ال40/5 ده لو انت حابب انك تلم الماده في شوال قبل الامتحان فالفيديو ده ليك. فانا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. يلا بينا. نظريه ال40/5 هي نظريه مثبته علميا، خلينا متفقين. يعني سيبك من المقدمه اللي كانت ظريفه دي، ولكن او النظام ده مثبت علميا. مثبت علميا ازاي؟ انا قبل ما اعمل الحلقه دي بحثت في الريسيرش عن دكاتره المخ والاعصاب في حته التكتيك دي، وعرفت ان الدماغ البني ادم بتشتغل 40 دقيقة تركيز. ركز معايا، 40 دقيقة تركيز في دماغ البني آدم، و6 دقايق أو 5 دقايق بالظبط في حتة إن هو بيكون صافي جدا وبيبدأ يشتغل بعد ال5 دقايق. عشان كده أنا بقول لك 40 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك، و40 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك، و40 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك. يبقى أنت كده معاك 3 مراحل أو 3 فقرات في 40 دقيقة مذاكرة، ومعاك 5 دقايق بريك. بعد ما تشتغل على ال3 مراحل دول وتاخد 5 دقايق بريك وتشتغل 40 دقيقة مذاكرة أو أيا كان الحاجة اللي أنت بتعملها، حاول تاخد 20 دقيقة بريك. وبعد ما تاخد ال20 دقيقة بريك اشتغل تاني 40 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك، لأن الدماغ في التركيز بتاعها 40 دقيقة، وبتبدأ تفقد التركيز بتاعها والتشتت في الدقيقة 41 دقيقة بالظبط. الحاجة التانية البريك، ليه أنا قلت لك 5 دقايق؟ لأن في ال6 دقايق بيبدأ الدماغ تشتغل تاني وتعيد نشاطها تاني. فحاول ان انت تشتغل على التكتيك ده بالظبط 40 دقيقة. شغل البرومو بالظبط. شفت انت البرومو كانت 25 دقيقة، فانا حبيت ان انا اضاعف، فحبيت ان انا اشتغل اكتر وانتج اكتر فخليتها 40 دقيقة. ف40 دقيقة مذاكرة، وحاول تخلي 5 دقايق بريك. وبعد ما تخلي ال5 دقايق بريك وتشتغل ال3 مراحل دول او ال3 مرات دول، تاخد 20 دقيقة بريك. وبعد ما تاخد ال20 دقيقة بريك تبدأ تشتغل تاني. فحاول ان هما يكونوا 40 وتاخد 5 دقايق بريك بس. التقنية دي او النظام ده هيفيدك كتير جدا جدا انك تلم المادة في شوال قبل الامتحان، وتحاول تشتغل على نفسك اكتر واكتر قبل الفاينل، ايا كان الفاينل ده انت كنت جامعة او ثانوية. فاشوفك في حلقة تانية. سلام.